في غابات ألاسكا الكثيفة وفرت أكبر غطا مثالي لقاتل مرعب وسادي. القاتل ده كان بياخد الستات يخطفهم يعذبهم ويعتدي عليهم، وكمان يا جماعة لما كان بيصطادهم زي الحيوانات بالظبط علشان فقط متعته المريضة. في فترة السبعينات والثمانينات الناس كانت بتروح لألاسكا علشان يا إما تختفي تبدأ حياة جديدة أو تقعد تريح كده وتشوف شغل لنفسها، ولكن بعض الاختفاءات دي ما كانتش في اختيارهم. في الفترة دي الرئيس السابق للاف بي اي في نيويورك اكتشف ان في قاتل متسلسل مرعب جدا موجود في منطقة ألاسكا. القاتل ده اكتشفوه لما لقوا ان في قبور مسطحة جدا وفيها بقايا بشرية. في 13 أغسطس سنة 1982 ضابطين خارج الخدمة كانوا بيحاولوا إن هم يطلعوا ويرفعوا عن نفسهم ويصطادوا غزلان، والمنطقة اللي هم كانوا فيها دي كانت منطقة قريبة من نهر الكينيك. وهم ماشيين مع بعض في الغابة اكتشفوا في قبر مسطح لقوا فيه بقايا بشرية. طبعا سابوها زي ما هي، وفي اليوم التاني جم بقى فريق طبي كامل، فريق شرطيين، عشان يشوفوا ايه الموضوع الموجود في القبر ده. طبعا وهم بيتحروا في القبر اكتشفوا ان في بقايا لبس، كمان لقوا ان في طلقة من بندقية 223 موجودة في القبر السطحي ده. سجلات الأسنان بقى يا جماعة اكتشفوا إن اللي موجود في القبر ده واحدة اسمها شيري مور، كان عندها 23 سنة. شيري مور يا جماعة كانت ستريبر، واللي ما يعرفش يعني إيه ستريبر إن هي كانت بتروح للبارات وبتقف على العمدان وبتقعد ترقص قدام الناس، يعني قدام عامة الشعب. المهم شيري مور كان قبلها بسنة صاحبها مبلغ إن هي كانت مختفية. طبعا في الوقت ده الشرطة استدعته علشان تقول له وتخليه يتعرف على شيري. طبعا هو اتعرف عليها من هدومها لأن هي كانت خلاص جثة هيكل عظم. طبعا هو قال في حاجة غريبة، هو كان مديلها تميمة حظ وهي كانت سلسلة لونها ذهبي. بيقول ان غريبة جدا ان هي مش موجودة لان هي استحالة تقلعها، حتى وهي بتشتغل ما بتقلعهاش. فالبوليس دلوقتي عنده تحليل ان بعد ما اختفت بفتره قصيره جدا شيري مور اتقتلت، وده ادى للقاتل سنه كامله علشان يخفي كل الاثار بتاعته. وبعد ما اكتشفوا شيري مور ابتدت الستات اكتر تظهر، لكن العدد المتزايد للستات يا جماعه كانوا لاقيينه في ولايه تانية او منطقه شويه بعيده تانية. 2 سبتمبر سنه 1983 بعد بسنه بالظبط من ما لقوا شيري مور في منطقه قريبه من نهر الكينيك لقوا بقايا عظم. ومن الباين يا جماعه ان البقايا دي بقى لها كتير قوي، ولكن في حاجه غريبه ان المنطقه دي ما ينفعش او صعب جدا الوصول ليها الا بمركب او طياره هليكوبتر. وفي الوقت ده البقايا اللي اتعرفوا عليها كانت بنوته عندها 17 سنه، بولا جولينج، وكانت ساعتها سكرتيره اتنقلت من هاواي لالاسكا. ساعتها يا جماعه كانت بتدور على فرصه جديده انها تشتغل، وبرده هي كانت الشغلانه بتاعتها في الاسكا انها ستريبر. الوقت اللي اختفت فيه كان 5 شهور، ويا جماعه زي تشيري مور بالظبط لقوا في طلقه 223 جنبها. بالنسبه دلوقتي للبوليس كان في مسافه كبيره ما بين تشيري مور وباولا، ولكن الحاجه المشتركه ما بينهم الطلقه 223 والاثنين كانوا ستريبر. هنا ابتدوا يحطوا 1+1 في نمط، في بروفايل دلوقتي الراجل بيشتغل عليه او القاتل ده بيشتغل عليه. وبعد ما لقوهم الاثنين دول ابتدوا ان هم يدوروا اكتر في الناس اللي مفقودين او في البلاغات بتاعت الناس المفقودين ويشوفوا شغلانتهم ايه وهل هم ستات ولا لا. ولكن يا جماعه في ولايه الاسكا ما كانش غريب جدا ان الشخص يختفي وحد يبلغ عليه، لانه الناس كانت بتيجي هناك علشان عايزه انها تختفي. وقانونيا لو انت شخص بالغ ما ينفعش حد يقعد يدور عليك ويقعد يقول للشرطه لا دوروا لي عليه، لا هاتوهولي. فقط الاطفال هم اللي بيعملوا معاهم كده. وما بين سنه 1980 و 1983 اتبلغ عن اختفاء 12 ست. وفي الوقت ده البوليس بيقول ده الرقم اللي احنا قلناه، احنا ما قلناش الرقم كله، ده معناه ان في رقم اكبر من كده بكتير. وبيقولوا كم واحده من الستات دول هم كانوا ضحايا لنفس القاتل. في الوقت ده عشان يتاكدوا ان هم بيتعاملوا مع نفس القاتل المتسلسل وهو اللي عمل كده في الستتين دول، ودوا بقايا الخرطوش وبقايا الجثث للاف بي اي. طبعا الاف بي اي رسمت بقى خطه كامله، وبعد ما هم حققوا واكتشفوا بالفعل ان الطلقتين طالعين من نفس المسدس، يعني كده يا جماعه بالفعل بيتعاملوا مع نفس القاتل. وعايزه اقول لكم ان ولايه الاسكا معروف جدا ان الرجاله هناك بعد ما بتشتغل بتروح للستريب كلاب. يا جماعه هناك كتير جدا من الستات بتلاقي ان دي شغلانه سهله، شغلانه بسيطه، يعملوا اللي هم عايزينه وياخدوا فلوس حلوه في اخر الليل. فاغلب الستات كانوا بيروحوا هناك في الاسكا عشان يشتغلوا كده. لكن في الفتره دي الاختفاءات مش فقط اللي كان بيتم ابلاغ عنها. 13 يونيو سنه 1983 سيندي بولسون اللي عندها 17 سنه
سنة كانت بتجري في الطريق السريع بتاع انكوراج، وفي ساعتها كانت لابسة لبس قليل جدا وكان في ايديها كلبشات. قدرت انها تهرب وتوقف شاحنة والشاحنة تقدر انها تنقذها. في الوقت ده السواق نزلها في الفندق او الموتيل اللي هي كانت قاعدة فيه، والاستقبال كلم بقى البوليس. طبعا البوليس لما راح لها لقى ان هي في حاله هستيريه تماما، في ايديها كلبشات وهدومها اللي عليها مش كتير. الضابط بيحكي وبيقول انها كانت مرعوبه جدا، وبيقول لها طب احكي لي ايه اللي حصل، انت هربانه منين ولا ايه اللي حصل فيك؟ قالت له قبلها بليله هي كانت شغاله برضه يا جماعه ستريبر، قابلت واحد في الشارع. الراجل ده كان قاعد في عربيه، قال لها تيجي معايا الليله دي، ووصفته ان هو كان رفيع ولابس نظاره وشعره منكوش، وبتقول ان هو من منظره ومن شكله مش من النوع اللي هو بيديك التهديد او من النوع اللي انت تخاف منه. طبعا هي وافقت وركبت معاه، ولكن اول ما ركبت معاه حط مسدس على دماغها وقال لها ما تتكلمش وما تصوتش، وساق بيها المنطقه. وهي بتوصف المنطقه السكنيه بتقول انها كانت منطقه سكنيه محترمه. بتحكي وبتقول ان بيته كان مترتب جدا، وكان فيه جوائز كتيره جدا، كان فيه حاجات ومعدات صيد، وكمان راس غزلان باين ان الراجل ده كان صياد. بتحكي وبتقول ان كان متعلق من السقف المكتب بتاعه سلسله، ربطها بالسلسله دي وابتدى ان هو يقلعها ويعتدي عليها. وبتحكي وبتقول الموضوع اتكرر لساعات كتير. بعدها قرر ان هو تعبان وراح ياخد ناب او راح ياخد قيلولة. بعدها بقى بساعات بعد ما فاق قال لها ان هو خلاص لسه ما خلصش منها، قال لها ان هو هياخدها للكوخ بتاعه في البراري، وقال لها في الوقت ده ان هي مش هتحاول انها تكلم حد او حتى تحاول تلفت اي انتباه حد، لان هو خلاص عنده حجه الغياب بتاعته، عنده اصحاب مستعدين ان هم يشهدوا باي حاجه وان هم يقولوا ان هو كانوا معاه. كمان لو هي عملت كده هيخلص عليها ويخلص كمان على الاشخاص اللي هي هتلفت انتباههم. وفي الاخر وصلوا لمنطقه فيها مطار، وهنا لقيت ان هو مشغول في الطياره، فلقت ان دي بقى الفرصه بتاعتها ان هي تنقذ حياتها، وابتدت انها تجري منه. طبعا القصه تبان انها خياليه جدا او ممكن تكون هي اللي مؤلفاها، ولكن رعبها وبالفعل الكلبشات اللي هي حطاها على ايديها او محطوطه على ايديها بتاكد للبوليس ان البنت دي فعلا عدت بحاجه خطر. طبعا زياده على ده كله التفاصيل اللي هي فضلت تديها وتقولها للبوليس للاماكن والحاجات اللي هي شافتها. في الوقت ده اخدوها قالوا لها طيب تعالي نروح بيكي ونعدي على المستشفى علشان نعمل لك تشيك اب ونطمن عليكي. هنا في الفتره دي قالت لهم لا تعالوا نعدي على المطار عشان احنا كده كده ممكن نكون قريبين من المطار، وهوريكم الطياره بالظبط اللي هو كان موجود فيها. وفي الوقت ده قدرت بالفعل انها توصف لهم الطياره وتشوف الطياره وتقول لهم اهي الطياره. وهنا وقفوا راجل امن قالوا له بقى ووصفوا له الطياره ووصفوا له كمان العربيه اللي وصفتها سندي، هو كمان وصفها لهم وكمان اداهم رقم اللوحه وادالهم كمان عنوان بيت الراجل ده. الشرطه في الوقت ده قررت انها تروح للعنوان، ولكن هو اول لما راحوا بعدها بثواني بالظبط لقوا ان العربيه اللي وصفتها سندي بتركن قدام البيت. طبعا كل حاجه دلوقتي قالتها سندي صحيحه، ولكن صاحب البيت وصاحب العربيه كان عنده قصه مختلفه. تعرفوا على الراجل ده ان هو اسمه روبرت هانسون، خباز معروف جدا في منطقه انكوراج. طبعا شكله وهيئته كل حاجه هي وصفتها سندي بول، ولكن هو كان بيقول ان هو في الوقت ده ما كانش موجود في البيت. من الساعه 5 العصر ل 11 ونص بالليل كان بيحاول يصلح الكرسي بتاع الطياره بتاعته، وبعدها راح لبيت صاحبه تاني وفضلوا قاعدين هناك وسهرانين لحد الساعه 5 ونص الفجر. بعدها رجع المطار تاني عشان يصلح العربيه ويصلح الطياره. روبرت هانسون ادى للبوليس الموافقه ان هم يفتشوا بيته. طبعا هم اول ما دخلوا لقوا بالفعل ان سندي زي كل حاجه موصفاها في البيت، ده معناه ان هي كانت موجوده في البيت، ولكن ده مش معناه ان هو بالفعل عمل فيها اللي هي بتقول. لقوا ان في لوحه مفكوكه كده وملخلخه. طبعا لما شالوها لقوا ان في اسلحه، وده يا جماعه مش غريب لان هو كان صياد، ومعروفه المنطقه بتاعت الاسكا دي فيها صيادين كتير. طبعا لو هم بيحققوا من الاسلحه ما لقوش انه الخرطوش او السلاح اللي هم كانوا بيدوروا عليه. كانت وصفت لهم السلاح بتاعه كان الايد بتاعه او المقبض بتاعه خشبي. كل الاسلحه بتاعت روبرت ما كانش فيها حاجه زي كده. حاولوا يدوروا على البطانيه اللي هو لفها بيها اللي هي بتقول لفها بيها، ما لقوهاش. قالوا له ممكن نفتش عربيتك؟ قال لهم تمام فتشوا العربيه زي ما انتوا عايزين، وكان متعاون جدا معاهم. لما فتشوا العربيه كانت نظيفه بالظبط، ما فيهاش اي حاجه خالص من اللي كانت موجوده في قصه بولسون او سيندي. وكمان لما حققوا مع الناس وحققوا مع المطار كل حجه الغياب بتاعته كانت موجوده وصحيحه. هنا مفيش حاجه بتقول ان روبرت هانسون هو اللي عمل فيها كده لسيندي. طبعا افرجوا عنه ومشوه خلاص. ده قالوا لسيندي بص احنا هنوريك كذا صوره وانت تقولي انهي واحد فيهم الراجل اللي عمل فيكي كده. طبعا اول لما شافت صوره روبرت قالت لهم هو ده قالوا لها طيب تقدري وتوافقي تاخدي معانا اختبار كذب؟ قالت لهم لا، وابتدت انها تضعف. البوليس شك فيها، انت ليه مش عايزه تاخدي اختبار كذب؟ انت ليه مش عايزه تتعاوني معانا؟ طبعا هي افتكرت ان محدش فيهم مصدقها او محدش فيهم عايز يساعدها، وقررت انها تسيب المنطقه
وتسافر تغير جو. في الوقت ده واحد من الضباط كده اسمه بيكر كان شاكك في روبرت هانسن لأنه سيندي كل حاجة قالتها عن روبرت هانسن حقيقية، فقط هي ما رضيتش تاخد اختبار الكذب. هي بتقول ان انتوا بتشككوا فيا، عايزيني اعدي ده كله، عايزيني برضو اخد اختبار كذب، بتكذبوني. الضابط فضل هو عمال يشك في روبرت هانسن وبيقول ان هو شاكك ان هو فعلا اللي عمل كده لان هو كان هياخدها في الطياره. هي بتقول سيندي قال لي لو انت ركبتي معايا الطياره احنا هنروح في رحله مع بعض، هوديكي وارجعك. ولكن هي كانت ذكيه، هي كانت عارفه ان هي رحله ذهاب بلا عوده، فقررت انها تنفذ جلدها. هنا الضابط بيكر ابتدى ان هو يحاول يحقق مع نفسه علشان يشوف بريء ولا هو خبيث قوي ومختفي وسط الناس. طبعا الرئيس بتاع بيكر قرر ان هو يوقف التحقيق وقال له خلاص قصه سيندي بيكر وقفها تماما، مش هنحقق فيها تاني لان هي اصلا مش عايزه تتعاون معانا. بيكر لوحده هو اللي كان مصدقها. وتعالوا بقى نشوف قصه روبرت هانسن بتبدا من امتى. 15 فبراير سنه 1939 اتولد روبرت كريستيان هانسن في ايوا في بلد صغيره اسمها استرافان. كانت العلاقه ما بينه وبين باباه غريبه جدا، او العلاقه والديناميك بتاعت الاسره دي غريبه. باباه كان سيء، باباه كان عنيف، باباه كان كل حاجه بيتعامل معاها بالزعيق والضرب. لكن العكس تماما كانت مامته كانت حنينه، مامته كانت بتحبه جدا ودايما بتحضنه. فهو كان دايما بيروح لمامته عشان يروح ياخد منها او يسيك الحنان والامومه. وهو عنده 10 سنين ساعتها انتقلوا لمنطقه بوكاهانتس في ايوا، وهنا باباه قرر ان هو يفتتح مخبز محلي ويديره هو وروبرت. عايزه اقول لكم ان روبرت اتولد اشول، ولكن باباه ما كانش مقتنع ان في الحياه شخص اسمه اشول او دي حاجه طبيعيه، فقرر ان هو يجبره ان هم يبقى شخص ايمن ويستخدم ايده اليمين. وده بعدين سبب له مشاكل نفسيه كتير من كتر الزعيق والعياط عليه، وبقى عنده صعوبات في التعلم. وهنا ابتدى ان هو يتهته. طبعا في الفتره دي ابتدى ان هو يبقى شاب، ابتدى وشه يبقى فيه حب شباب كتير جدا وحبوب، ومع التهتها ما بقاش عنده اي صحاب. كان بيتعرض للتنمر والسخريه كتير قوي في المدرسه، كل البنات كانت بتضحك عليه وكل الولاد كانوا بيتريقوا عليه. هو كان الضحيه بشكل ما وكانش قادر ولا كان عارف يتعامل مع الموضوع ده. تخيل هو الولد اللي ما كانش اي حد بيحبه في الفصل، حتى المدرسين بيتعاملوا معاه باسلوب غريب، وكان دايما بيقعد لوحده في اخر الفصل، حاجه صعبه جدا اي حد يعدي بيها. وهنا ابتدت ان هي تحصل له مشاكل. ابتدى يقول انا كنت منبوذ قوي من البنات، انا كنت دايما بشوف الولاد بيصاحبوا بيخرجوا عندهم علاقات رومانسيه، ولكن انا اول لما باجي جنب اي واحده بتبص لي بقرف، ودي كانت حاجه مأثرة عليا قوي. وفي الوقت ده اول حاجه لجأ لها روبرت هانسن الصيد، ان هو يروح ويحاول يدرب نفسه لوحده على الصيد، يصيد سمك، يصيد طيور، يصيد اي حاجه. ابتدى ان هو ينمي من المهاره بتاعته دي، وابتدى ان هو بقى شاطر قوي فيها. طبعا يا جماعه في الوقت ده هو بيتعلم الصيد وكمان بيتعلم المخبز والخبز مع باباه في الشغل بتاعه. علاقته مع باباه كانت حب وكره. باباه كان صارم قوي، باباه كان اولد سكول، يعني كان غريب، وكان دايما اهم حاجه بالنسبه له التعليم والشغل. ولما بقى عنده 20 سنه روبرت هانسن كان هو اللي بيدير المخبز إدارة كاملة، وساعتها ابتدى إن هو يصاحب بنوتة محلية عنده في المنطقة. البنوتة دي كان اسمها فيبي، ودي كان بنوتة واحدة من القليلين قوي في المنطقة اللي أعجبوا بروبرت هانسن، وابتدى إن هم يحبوا بعض. وبعد فترة لقوا إن هم علاقتهم كويسة قوي واتخطبوا واعلنوا جوازهم قدام الناس كلها. بالرغم ان هو اخيرا لقى العلاقه اللي هو كان بيتمناها، ولكن كان عايز ينتقم من كل الناس ومن القريه والمنطقه اللي خليته منبوذ. في الوقت ده كان بيقول انا لقيت الناس كلها طفولتها وشبابها كان مبسوطين، انا الوحيد اللي كنت منبوذ، وجه الوقت اللي انا انفذ الانتقام بتاعي. قرر ان هو يولع في الجراج بتاع المدرسه. طبعا اليوم اللي اختار فيه ان هو يعمل كده في المدرسه كان فيه مباراه كره سله كبيره، وهنا كانت مجمعه المدارس. فطبعا هنا ضرب عصفورين بحجر، قرر ان هو يولع في كل الناس، ولع في الجراج وادى لخسائر كتير قوي. في الوقت ده في 2 من زمايله سمعوه وهو بيتكلم عن الخطه دي، قرروا ان هم يكلموا واحد زميلهم اكبر، والزميل ده كلم البوليس. طبعا هنا روبرت هانسن اول مره اسمه يجي البوليس. طبعا البوليس حقق واعترف هو بكل حاجه واتحكم عليه بالسجن 3 سنين. وهو في السجن بقى يا جماعه فيبي قررت ان هي خلاص مش عايزه تكمل الجواز، ورفعت قضيه خلع عليه وهي كسبتها. حياته دلوقتي انهارت تماما، كل حاجه كان بيخطط لها، كل حاجه كان مبسوط بيها انهارت قدامه. كان مكسوف جدا منه لدرجه ان هو باع المخبز وقرر ان هو يشتري منتجع سياحي في مينيسوتا. وفي سنة 1963 بعد 20 شهر من سجنه أطلقوا سراح هانسن، وهنا راح لعيلته برضه في مينيسوتا، وهنا قابل مراته التانية دارلا. وفي الوقت ده يا جماعة هو حبها قوي، وهي بالفعل حبته نفس الحب ده. قرر ان هو ياخد مراته الجديدة ويسافر الشرق الأوسط كله. وفي الوقت ده كان بيشتغل مدير مخبز وخباز وحاجات كتيرة قوي.
هو اتعلمها وابتدى ان هو يطور منها. طبعا هنا بقى لا هوايه جديده وهي السرقه. والافراد دول يا جماعه او الناس دي اللي هم بيبقوا عايزين ينتقموا من اي شخص، بيبقوا بالنسبه لهم السرقه مش عشان هم عايزينها، لا، علشان هم يقدروا ان هم يعملوها، عشان دي حاجه مش محتاجينها. لا، انا عايز اعمل كده علشان افش غليلي واقول للناس انا اهو بعرف اعمل اي حاجه. بس قبض عليه ولكن ما اتهموش باي حاجه. وفي سنه 1967 تعب بقى روبرت هانسون ودارلا من السفر، ولقوا نفسهم ان هم سافروا الغرب الاوسط كله، فقرروا ان هم ينقلوا ويستقروا في اخر حدود امريكا، الاسكا. ومنطقه الاسكا منطقه بريه كبيره عامله زي انها غابه كبيره جدا. هناك يقدر يصطاد، هناك يقدر يبدا حياه جديده من غير ما يكون اي حد عارف الماضي بتاعه. وهنا بالفعل لقى شغل بسهوله جدا ان هو يبقى خباز في سوبر ماركت محلي. ولو اي حد فيكم عارف وظيفه الخباز او وظيفه المخبز مش بتبدا مثلا من 9 ل 5 العصر، لا، انت لازم تبدا بالخميره ولازم تبدا بالعجن والحاجات دي كلها الساعه 1 و12 بالليل، علشان لما تفتح المخبز بتاعك الساعه 8 او 9 الصبح كل حاجه تبقى جاهزه والناس تشتري الحاجات الجاهزه. طبعا يا جماعه في الوقت ده الاسكا الساعه 12 بالليل لحد الفجر مين اللي عايش فيها؟ الستريب كلابس او المقهى او الملهى الليل. بيحكي في مره من المرات ان وهو بيبقى ماشي في الشوارع ورايح المخبز بتاعه بالليل يشوف الستات واقفين وبيتكلموا مع الرجاله، هيئتهم وشكلهم مش الطف حاجه. معروفين جدا يا جماعه الستات اللي بتقف في الشوارع الساعه 2 و3 بالليل شكلهم عامل ازاي. هو بيقول ان هو اتشنج ومبقاش عارف يتعامل. حلول الشتاء سنه 1971 ابتدى ان هو عايز بقى يخوض التجربه دي. الخباز اللي عنده 32 سنه طور بقى من الموهبه بتاعته وابتدى ان هو يحطها في عمليات الملهى الليلي. وفي يوم 15 نوفمبر لقى ان السكرتيره سوزي اللي كان عندها 18 سنه ماشيه بعربيتها في الشارع. اكتشف بقى ان هي ممكن تكون فريسه سهله بالنسبه له. طبعا هو لقاها فرصه وابتدى ان هو يتتبعها لحد بيتها. طبعا هو اول لما لقاها رايحه للكومباوند اللي هي ساكنه فيه طلع وراها، قال لها بصي انا تايه ومعيش التليفون بتاعي، ممكن استخدم التليفون بتاعك؟ قالت له ايوه واتفضل، ودخلته. قال لها ان هو معجب بيها ممكن هي تخرج معاه في ديت او في موعد. قالت له لا انا اسفه، طيب شكرا، وخرج. هو ما كانش مستعد خالص ان هي للرفض. وبعد اسبوع قرر ان هو يهجم عليه. طبعا راح واخد مسدس بتاعه وقرر ان هو يطلع البيت وراها، واول ما تفتح البيت في الخباثه يطلع جري. طبعا هي قال لها اوعي تصوتي، اوعي تقولي اي حاجه لاي حد. ما سمعتش كلامه وصوتت، والصويت هو اللي انقذها. وبالفعل 2 من اللي ساكنين معاها في البيت سمعوا الصريخ ده وطبعا طلبوا البوليس، والبوليس جه. في الوقت ده البوليس ابتدى ان هو يشمها ويشم البقايا بتاعته عليها. طبعا جابوا الكلب وتتبعوا وقبضوا عليه. طبعا اول ما قبضوا عليه طلع بعدها بكفاله في يوم 2 ديسمبر سنه 1971. هو مستني المحكمه بتاعته، ولكن التاريخ بيعيد نفسه، هو ما بيتعلمش. وهو مستني المحكمه بتاعته هاجم على واحده تانية. الساعه 3 الفجر 19 ديسمبر لقى بنوته اسمها باتريشا واقفه في الشارع قدام الكافيه اللي اسمه نيفادا. خدها تحت تهديد السلاح وراح بيها الموتيل. هم كانوا في الشتاء، وقرر ان هو قال لها لو انت خليتيني استمتع معاكي لكذا ساعه هطلق سراحك. بعدها قالت له طيب تمام وسمعت كلامه. قعدوا اقل من الساعه وبعدها قرروا انهم يرجعوا. وفكر كده وهو سايق ان هي ممكن انها فعلا تبلغ عنه. ابتدى ان هو يهددها ويقول لها بقول لك ايه، اديني ارقام اهلك وارقام عيلتك كلها، لان انا لو حد من البوليس قبض عليا انا هاذيهم كلهم. ابتدى انها تتكلم معاه وقالت له ما تعملش فيا اي حاجه، انا مش هقول ولا هكلم اي حد. وبالفعل سابها. ولكن بعد فتره راحت وحكت للبوليس كل حاجه. وفي شهر مارس سنه 1972 جت المحاكمه بتاعته. طبعا لما باتريشا ابتدت انها تعترف هنا بيبقى في قضيتين، ولكن لما ابتدت انها تتكلم قدام هيئه المحلفين ابتدت انها تخاف وتهدئ، فهنا شطبوا الاعتراف بتاعها. وبعد بكذا سنه قرر هانسن ان هو يعترف ويقول ان هو بالفعل عمل كده في باتريشا. وفي الوقت ده اخد 5 سنين حكم عليه في السجن. هو كان عارف ان باتريشا تحت رحمته، وهو كان عارف ان هو مش هيقعد وقت كبير في السجن. وبالفعل المفاجاه انه بعد 3 شهور اطلقوا سراحه وودوه لمنزل او مكان لاعاده تاهيل. كان بيروح للمكان لاعاده تاهيل وبعدها للمخبز ولبيته. وفي 1 نوفمبر سنه 1973 هنا اطلقوا سراحه تماما بس تحت المراقبه. على الرغم من ده كله يا جماعه مراته دارلا كانت بتحبه وواقفه جنبه وجابت طفلهم الاول، وفي الوقت ده كانوا مستنيين طفلهم الثاني. طبعا كان معروف جدا في منطقته وكل الناس بتحبه وبتثق فيه وكل جيرانه كانوا بيحبوه. ابتدى ان هو بقى يخش في مسابقات بتاعت الصيد، وهنا ابتدى ان هو يكسب كل شويه ويبقى رقم 1. فتعرف ان هو رقم 1 في الصيد. واحد من جيرانه اصلا في الوقت ده لما كان بيحب ان هو يوري اهله ويوري اصحابه هو مصاحب مين ومين جاره، كان بيوديهم بيت بوب ويوري لهم كل الجوائز اللي روبرت كان كسبها. وفي سنه 1976
73 هنا قرر ان هو يسرق منشار كهربائي، والبوليس قبض عليه واداله سنه، وطبعا طلع تحت افراج مشروط وتحت المراقبه. وفي خريف سنه 1976 هنا بقى الصياد اللي عنده 40 سنه ابتدى ان هو يلاقي هوس جديد وياخد موهبه الصيد بتاعته لنيو ليفل. وفي الوقت ده لقى ضحية جديدة. الضحية الجديدة دي هتفضل لمدة 7 شهور مجهولة لحد ما البوليس يتعرف عليها. هو أخدها وكانت فاكرة إن هي رايحة البيت معاه، ولكن أخدها في الغابة وفي الطين. ابتدى إن هو العربية تغرز منه. في الوقت ده حست إن في حاجة غلط، فقررت إنها تاخد السكينة وتحاول إنها تهجم عليه، تقول له أنت هتأذيني، أنت مش هترجعني. قال لها لا أنا هرجعك، إحنا بس غرقانين في الطين وغرزانين في الطين، تعالي ساعديني وساعتها هوديكي البيت. وهي بتحاول تهجم عليه اتزحلقت على وشها من الطين، وهو انتهزها فرصة وضربها بالنار. وفي يوليو سنة 1980 في عمال كانوا بيشتغلوا في المنطقة دي اكتشفوا البقايا. طبعا روبرت هانسن دي أول مرة يخلص على حد. هنا هو بيوصف إن هو لما روح البيت حس إن هو عايز يرجع جامد، معدته مقلوبة وعمال يترعش، وابتدى إن هو يقعد تحت الغطا كده وبيترعش ومش عايز أي حد يقرب له. وفي الفترة دي اتعرفوا على شابة اسمها إيكولتانا آني. وبعد فترة صغيرة جدا للأسف في البحيرة دي وجنب البحيرة دي اكتشفوا واحدة تانية. البنوتة كان عندها 24 سنة، جوانا ميسين. جوانا كانت مساعدة طبيب أسنان. في الوقت ده اتطلقت من جوزها وقررت انها تروح لألاسكا عشان تبدأ حياة جديدة وتعيش حياة الهيبيز. اتعرف عليها روبرت هانسن واقنع نفسه ان الحياة هتبقى مختلفة معاها، ولكن الموضوع اتقلب بقى خالص وخلص عليه. لما دخل معاها في علاقة هو كان فاكر ان هي بتحبه، ولكن كل حاجة كانت بتقولها له ان هي عايزة فلوس منه، اديني فلوس، هات لي فلوس. فقال ان هي take advantage of him او ان هي بتستفيد منه وفاكراه اهبل، فقرر ان هو ينهي الموضوع ده. بيحكي روبرت وبيقول ان الموضوع بدأ بخناقة ضرب عادي، هو ضربها هي ضربته وابتدى كده باك اند فورث. بعدها مسك المسدس واتضربت في ظهرها، وقعت على الارض. طبعا هي كانت لسه مش خلصانه يعني تمام. ابتدى ان هو يحفر حفره غريبه جدا بايديه وحطها فيها ومشي. وهنا ابتدى الموضوع يتطور بالنسبه له، وابتدى ان هو يبقى مش زي بقى ايه الادمان. قرر ان هو يفتح المخبز الخاص بتاعه واخد تمويل من البنك، وابتدى ان هو يبقى معروف، طبعا معروف بالدونتس بتاعته والكيكات. وابتدى ان هو حتى ياخد بوكسات دونتس بالمجاني وببلاش كده يودوهم لضباط الشرطه ويبقى معاهم علاقته كويسه، يبان للناس كلها ان هو شخص ناجح، عنده اسره، عنده اطفال، وان هو كويس. ولكن كان عنده فانتسي كده على جنب. هو كان بيقول الحاجات اللي كان بيعملها مع الستات دي ما كانش يقدر ولا كان عايز يعملها مع مراته دارلي. فالخيالات الجنسيه اللي عنده دي ابتدى ان هو يحطها على البنات اللي يمكن في الشوارع او البنات اللي بيشتغلوا في الشوارع. هو يا جماعه كان اخو مراته ضابط بوليس وشغال في الولايه، فكان كل شويه لما يجي لهم بيتكلم عن البنات اللي هي كانت بتختفي، وروبرت كان مبسوط جدا وبيستمع ومستمتع قوي بالحديث ده كله. وفي نوفمبر 1981 البنوته تشيري مور اللي عندها 23 سنه اختفت. في الوقت ده تشيري مور هي واختها ميلي كانوا موجودين مع اهل باباهم، جات له جلطه ومات. طبعا الخدمات الاجتماعيه اخدتهم هما الاثنين وفصلتهم، وكل واحده راحت بيت تاني. اختها كانت بتدور عليها وما كانتش تعرف ان هي انتهى بيها المطاف، انتهى بيها الحال ان هي تبقى في الاسكا شغاله سليبر. وفي 23 نوفمبر سنه 1981 هنا اختفت تماما عن الهواء، وصاحبها ابلغ عنها ان هي مختفيه. اللي حصل في شيري مور يا جماعه، روبرت هانسن قال لها ان هو مصور، ان هو هيصورها ويعمل لها صور كويسه قوي، وما اختلفش معاها على الفلوس لان هو كان عارف ان كده كده الفلوس اللي هو هيديها لها هترجع له. راحت بيت صاحبتها وابتدت انها تجهز علشان يصورها روبرت. وهنا يا جماعه عمل معاها زي اللي عمله مع اول ضحيتين وحطها بقى. بعد 10 شهور الضابطين اللي كانوا طالعين بيصطادوا اكتشفوها لتشيري مور. كان عنده يا جماعه ان هو بيقول انا ما دام انا اشتريتكم يبقى انا اعمل فيكم اللي انا عايزه، انا اشتريتكم بفلوسي يبقى انتوا بقيتوا بتوعي، اعمل فيكم اي حاجه انا عايزها. دي كانت الفكره بتاعته. وكان بيقول اي حد بيشترى بالفلوس يبقى ده شخص ما عندوش مبدأ، وده شخص مش مهم ولا محترم. وبيحكي بيقول ان ساعتها تشيري مور كانت قاعده قدامه وعماله بتصرخ جدا. بيقول انا مش عارف، انا كنت قاعد قدام الكرسي قدامها وقررت ان انا امسك المسدس وبوم خلاص خلصت عليها كده. والضحايا الاولين بتوعه كان بينقلهم بالعربيه. هنا قرر ان هو يشتري طياره سريعه علشان ينقل الطيارين التانية. الطياره اللي هو اشتراها دي كانت طياره اغلب الصيادين بيستخدموها لان هي بتروح لاماكن اغلب الطيارات ما تقدرش انها تنزل فيها. وهو كان بيقول مجرد ما هم بقوا في الطياره ومجرد ما هم بقوا في الهواء يصرخوا زي ما يصرخوا محدش هيسمعهم. واول لما ينزل في حته هو عارف بالظبط مفيش حد فيها، خلاص اعملي اللي انت عايزاه، اجري سوي كل حاجه، انا صياد هعرف اصطادك، صرخي محدش هيسمعك. وفي 13 يونيو سنه 1983 هنا قرر ان هو ياخد واحده ثانيه، سيندي بولسون اللي عندها 17 سنه. هو نفسه كان بيحكي بيقول ان هو اخدها وقال لها تعالي نروح البيت، بس هو فكر انه لا انا مش مرتاح ان انا اوديها البيت دلوقتي، وقعدوا في العربيه. ابتدى ان هو يعمل اللي هو عايز يعمله في العربيه، وفجاه هي لقت ان في كلبشات ومسدس. طبعا قال لها ما تصوتيش واخدها على البيت. هنا بقى مراته واولاده ما كانوش موجودين وكانوا بيزوروا قرايبهم في اركنساس.
هنا ابتدى ان هو يربطها ويحطها على الارض. في الارض دي كانت سجاده من جلد دب. طبعا ابتدى ان هو يعمل فيها الكلام ده كله. بعد ما خلص اخدها للمطار. هنا بقى يا جماعه في الوقت اللي هي هربت منه كان بيركب الكرسي الجديد اللي هو عايز يركبه. هو فكر ثواني، فقط ثواني، فكر ان هو يصلحه وهي مش هتهرب، هي مش هتقدر حتى انها. هنا هربت وراحت على الطريق السريع وركبت عربيه مع واحد صياد. روبرت هانسن رجع المخبز على طول. ابتدى ان هو يفكر، يقول هتعمل ايه هتعمل ايه. وابتدى ان هو يروح لواحد من جيرانه يقول له صح، بقول لك ايه، لو حد سالك انا كنت فين قول لهم ان احنا رحنا اشترينا بيره مع بعض واكلنا بيتزا طول الليل. طبعا زي ما قلت في اول القصه ان هم راحوا فتشوا بيته، فتشوا الطياره، وفتشوا كل العربيه وما لقوش اي حاجه. لما سالوا على حجه الغياب هو قال لهم حجه الغياب بتاعته. الضابط قرر ان هو مش مرتاح. انا عايز يا جماعه اروح للراجل اللي قال ان في حجه غياب فعلا واضحه واكلمه. طبعا ابتديت اتكلم معاه، وهنا يا جماعه اكتشف ان حجه الغياب بتاعت روبرت كذب، ان هو بالفعل ما كانش مع حد. وهنا الشرطه عرفت ان هي ماشيه على الطريق الصح. كانوا عايزين فقط دليل واحد، بيت روبرت هانسن، وهنا ممكن يقبضوا عليه. البوليس كلفوه ان هو يدور في اوضه الغسيل، لقى جيتار، لقى هدوم غريبه، لقى حاجات كتير. وهنا ابتدى ان هو يدور تحت الصناديق بتاعت الكريسماس، ولقى في صندوق موجود عليه خريطه فيها 37 علامه اكس. هنا بيقول غريب، الاكسات دي كان فيها اماكن ضحايا احنا لقيناها قبل كده، ولكن ده مش معناه ان هو اللي عمل فيهم كده. احنا لازم ناخد السلاح اللي هو كان 223 او خرطوش 223 علشان نقول ان هو بالفعل هو اللي عمل كده، وان هو راجل مش كويس. طبعا في نفس الوقت ده لما ودوا نفس الملف بتاع روبرت للاف بي اي، الاف بي اي كل حاجه عن تاريخ هانسن ابتدوا ان هي تطلع. كمان اكتشف ان هو شخص بيعتدي على الستات، هو صياد، والاماكن دي كل الصيادين عارفينها. هنا ابتدوا ان هم يكونوا قضيه ضد، كانوا فقط عايزين المسدس. وبالفعل هنا لقوا المسدس موجود في بيته. عايزين فقط ياخدوا المسدس ده ويطبقوه بالخرطوشات او الطلقات اللي طالعين للضحايا التانية. قرروا بقى ان هم يكلموا سيندي ويقولوا لها ساعدينا، في 8 حصل فيهم زي كده بالظبط وانت الوحيده اللي ناجيه، عايزينك بقى تساعدينا في الموضوع ده. قرروا ان هم ياخدوا روبرت هانسن ويستجوبوه. في الوقت اللي هو بيستجوبوه ده قلبوا بيته من فوقه لتحته، وقلبوا الطياره وكمان العربيه. هنا لما الشرطه قالت له تعالى معانا قال لهم ماشي انا موجود معاكم، وخرج بعد تلت ساعه من المخبز بتاعه. وهم بيحققوا معاه طبعا وبيته بيتقلب فوق وتحته. مراته كانت بتصور كل حاجه دي علشان هي خايفه ايه اللي بيحصل في البيت ده. طبعا روبرت عارف ان البوليس والاف بي اي عرفوا كل الماضي بتاعه، فابتدى ان هو يحكي لهم على المشاكل اللي كانت بتواجهه. والافاده بتاعته يا جماعه اخذت 248 صفحه، انتوا متخيلين؟ طبعا وهو بيدوروا في البيت شالوا العزل بتاع البيت، لقوا كمان في صندوق في السلسله بتاعت شيري مور، وفي كمان جوائز تانية من ضحايا تانية. ودلوقتي عندهم ما يكفي لسجن في قضيه سيندي بوس. عايزين بقى يكملوا القضيه الكبيره كلها للضحايا التانية. هنا يا جماعه اكتشفوا ان هو مش فقط عنده 7 ضحايا، ده اكتر من 20 ضحيه. وكمان باللي موجود اكسات على الخريطه ال 37 دول عارفين ان في اكتر من كده بكتير. وحددوا الكفاله بتاعته $500,000. وهنا قرروا ان هم يدينوه ب4 لانهم عندهم دلائل كتير جدا تدينه ب4. هنا حان بقى وقت الاعتراف. هانسن قرر ان هو ياخد بلي ديل، ان هو يتفق معاهم ويعترف بكل حاجه ولكن باحكام مخففه. وقال لهم ان انا عايزكم تسيبوا عيلتي كلها ومراتي واولادي وما تدخلهمش في الموضوع، انا فقط اللي عملت كده. طبعا البوليس وافق وحكى لهم ان هو على مدار 12 سنه اكتر من 38 ست وقعت تحت ايده. قال لهم كمان انه كان عنده هوس ان هو يلعب مع ضحيته وهو مغميها ويخليها تمشي في الغابه كانها فريسه وهو بيحاول يصطادها. واعترف انه في صيف 1983 عمل خطه. الخطه دي ان هو يودي مراته واولاده ويمشيهم من البيت، وان يخلي بيته هو المكان بقى والمخبأ بتاعه. و27 فبراير سنه 1984 هنا اتحكم عليه ب 461 سنه سجن مع عدم امكانيه الافراج المشروط. كتير قوي. وبعد ما اتحكم عليه قرر ان هو يوافق وياخد البوليس ويوديهم الاماكن الموجود عليها اكسات ويطلعوا منهم الضحايا. وبكده خلصت قضيه النهارده. اللي بيبان كله ان المظاهر خداعه. مش معنى ان الشخص اللي قدامك بين شخص ناجح، شخص محترم، شخص كويس، ان هو دي حقيقته. ناس كتير جدا قوي يا جماعه بنتعامل معاهم في الحياه بتشوفوا انت ازاي الله ده شخص كويس بيتعامل قدامنا كده، بيتعامل مع اهله كده، ولكن في الخفا هو غير كده تماما. هو ولا محترم ولا كويس ولا حلو، وهو عنده سايكوباتيه، عنده امراض نفسيه، بيحاول يطلع عقده على الناس التانية. ربنا ما تجعلناش من الناس دول، يعني والله اللهم لا تجعلنا من دول الناس اللي شكلهم قدام الناس حاجه وعندهم في الخفا حاجه تانية. دايما يا جماعه حذروا ولا تخونوا. اتمنى قضيه النهارده تكون عجبتكم، وما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.